باللحمه، بس انا مش هحتاج يا بنات سلق، انا هعمله بس بالخضره. كل اللي تحتاجيه له القلقاس والخضره ومعاكي شوربه. تعالوا بقى نبتدي نعمله بسرعه. اول حاجه يا حبايبي سلقت طبعا اللحمه واخدت منها الشوربه بتاعتها، صفيتها وحطيتها في حله تانية. هبتدي اغليها شويه كده مع نفسها، وبعدين احط عليها القلقاس. انا كده يا حبايب قلبي خرطت الكزبره اهي، حطيت عليها نسبه ميه كبيره، هضربها بقى في الخلاط وبعدين اصفيها وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي الشوربه اهي غليت، هنزل عليها بالقلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى يا بنات تغلي كلها كده مع بعضها وياخد غلوتين شويه بحيث ان هو يستوي عقبال ما نكمل بقيه الحاجات. وبقيت يا بنات الطفل اللي هو طلع من الكزبره، حطيت عليها الثوم ودقيتها في قلبيها، وحطيت عليهم معلقه سمنه وشويه زيت وهحمرهم كلهم مع بعض. هو كده يا بنات اما احمرها، اول ما الثوم تحمر والميه دي تروح هبتدي ان انا اطشها على طول في قلب القلقاس. كده يا حبيبي هو غلي، وهنزل عليه بالميه اللي طفيناها من قلب الكزبره، نخليه ياخد غلوتين كده يا حبيبي. خلاص اهو حمرناها نشفت معانا اهي خلاص. ابتدي بقى اطشها على طول في قلب القلقاس اهو يا حبايبي. حطيت عليها على طول اللحمه بعد ما خلصت وغليتهم كلهم مع بعض اخر غلوه وغرفت. ايه رايكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. مع السلامه.